الأهلي والزمالك وتاريخ المواجهات بينهم وتاريخ هذه الأندية منذ أن بدأت في كرة القدم. قبل ما نبدأ، مرحبا بكم في قناة الكرة مع السيد، معكم السيد إبراهيم. ما تنساش اللايك والاشتراك الجميل في قناتي. تعالوا معانا نبدأ. طبعا لما يكون فيه مباراة للأهلي أو للزمالك، مصر كلها بتقف على رجلها وكله بيسمع الماتش، سواء كان بيشجع الأهلي أو بيشجع الزمالك. كله بيحب يشاهد هذه المباراة، لأن المباراة بين الأهلي والزمالك أكثر مباراة بنشوف فيها المتعة الكروية الحقيقية المصرية. بنشوف مباراة ممتعة ولا أروع من هذه المباريات بين النادي الأهلي والزمالك. تعالوا نروح لأول مواجهة بين النادي الأهلي والزمالك. أول مواجهة بين الأهلي والزمالك كانت في عام 1917 وكانت مباراة ودية، وأول مباراة رسمية بين الفريقين كانت في الدوري العام، انتهت بفوز الأهلي 2-0 على الزمالك. ومن يومها والمواجهات قوية بين الأهلي والزمالك، ده بينتمي للأهلي وده بينتمي للزمالك، ومواجهات نارية وتحدي ومباريات قوية جدا جدا بين الأهلي والزمالك. والجماهير بدأت تنتظر بقى المباريات، وبدأوا فيه جمهور يحب الأهلي وفيه جمهور يحب الزمالك، ومن هنا بدأت رحلة الانقسام الأهلي والزمالك، وبدأ التحدي القوي. لكن الكثير من عدد المباريات فاز فيها الأهلي على الزمالك، لكن الزمالك برضه ليه لحظات تاريخية. فاز على النادي الأهلي 2-0 مرتين في عام 42 و44. الزمالك برضه نادي قوي، احنا مش هننكر الزمالك نادي قوي. الأهلي نادي أقوى لكن الزمالك برضه قوي. الأهلي حقق بطولات كتير على الزمالك، والزمالك برضه حقق بطولات كتير عن النادي الأهلي. تعالوا نروح لفقرة الإحصائيات والأرقام بين الأهلي والزمالك. اكثر لعيبه من الزمالك سجلت في النادي الاهلي حسام حسن وشيكابالا، واكثر برضه لعيبه من النادي الاهلي سجلت في الزمالك عبد الكريم صقر ومختار التتش. اخر 10 مباريات بين النادي الاهلي يفوز على الزمالك اكثر في جميع البطولات، كدوري وكاس وكسوبر افريقي وكسوبر مصري وغيرها من البطولات. الاهلي طبعا بيفوز اكتر على نادي الزمالك. والبطولات اللي حصدها النادي الاهلي وحصدها نادي الزمالك، الاهلي طبعا اكثر تتويجا بالبطولات عن نادي الزمالك بفرق كبير. الاهلي حصد 154 بطوله والزمالك حصد 81 بطوله. البطولات النادي الاهلي ال 154 بطوله متقسمين على جميع البطولات. عندنا الاهلي حقق 45 دوري مصري، 39 كاس مصر، 15 سوبر مصري، 12 دوري ابطال افريقي، 8 سوبر افريقي، 4 كاس الكؤوس الافريقيه، وبطوله واحده للكونفدراليه. الزمالك برضه حقق 81 بطوله متقسمين على جميع البطولات، منها 14 دوري عام، 29 كاس مصر، 4 سوبر مصري، 5 دوري ابطال افريقيا، 5 سوبر افريقي، 2 كونفدراليه، 2 كاس العرب. دي البطولات اللي بين النادي الاهلي والزمالك. بطولات كتير جدا جدا بيحققها النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحقق 154 بطوله. النادي الاهلي تاني اكثر فريق في العالم تحقيقا للبطولات، والزمالك برضه بيحقق 81 بطوله مرتبا على جميع الفرق في العالم. من حيث عدد البطولات، الزمالك نادي كبير ونادي عظيم ومحقق بطولات كتير جدا جدا. الذكريات التي لا تنسى بقى من مباراة القمة، الأهلي في عام 2001 بيفوز على الزمالك 6-1 بأربع أهداف لخالد بيبو. كانت مباراة للتاريخية، المباراة اللي كان المذيع فيها بيقول بيبو بشير بيبو والجون. وفي 93 برضه للزمالك هدف أيمن منصور في الدقيقة الخامسة اللي خلى الزمالك يتوج بالدوري المصري. وفي عام 2020 هدف شيكابالا العالمي اللي سجله في النادي الأهلي. وفي عام 2020 برضه القضية ممكن هدف قفشة اللي كان سبب في فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا في عام 2020. أما بالنسبة بقى لمباراة الأهلي والزمالك المباراة القادمة، الأهلي عنده أزمة كبيرة جدا جدا بالأخص في الفترة الأخيرة دي، بالذات في أوضة اللبس. أوضة اللبس بتاعت النادي الأهلي فيها مشاكل كتير جدا جدا. طبعا عندنا زيزو مصاب، وعندنا إمام عاشور مصاب، أهم لاعبين في النادي الأهلي مصابين. فالنادي الأهلي عنده أزمة كبيرة جدا جدا. دي ازمات النادي الاهلي قبل مباراه القمه. المباراه مش سهله طبعا، الاهلي عنده ازمات والزمالك طبعا عنده ازمات كبيره برضه، بالذات ازمات ماليه. الزمالك عنده ازمات ماليه كبيره جدا جدا. عنده لاعيبه مش خدت المستحقات بتاعتها. عنده شيكو بنزه مش عايز يلعب مع الزمالك ورافض تماما ينزل التدريب بسبب المستحقات الماليه المتاخره. فالزمالك برضه عنده ازمات كبيره برضه شبه الاهلي. فالفرقتين متساويين اعتقد في المشاكل اللي بينهم. النادي الاهلي عنده مشاكل بسبب كثرة الفلوس، والزمالك عندها مشاكل بسبب قلة الفلوس، ودي كله مشاكل في أوضة اللبس. فنتمنى توفيق في مباراة القمة اللي جاية بين النادي الأهلي والزمالك. أهمية مباراة القمة للفرقتين، طبعا لما تشوف مباراة بين الأهلي ومباراة الزمالك فطبعا كله مش بيبص للثلاث نقاط فقط. فللأهلي لو فاز
الاهلي كانه اخذ بطوله لو فاز على الزمالك، والزمالك برضه لو فاز على الاهلي بتحس انها خدت بطوله. وكل ده بيرجع للجماهير. الجماهير بيكون فيه بينها وبين بعض شجار كبير جدا وتشجيع، انا اهلاوي، لا انا زملكاوي، لا انا الشاكل، لا مش عارف ايه. فطبعا مباراه بين الاهلي وزمالك يعني مباراه كبيره جدا جدا، مباراه الجمهور فيها عايز يحس الطعم، عايز يشعر ببطوله. الجماهير بتحب الاهلي يغلب الزمالك، جماهير الاهلي، وجماهير الزمالك بتحب الزمالك يغلب الاهلي. ده عندها اهم من الدوري. يعني الاهلي لو غلب الزمالك وضيع الدوري بالنسبه لجماهير الاهلي احسن من الدوري. والزمالك برضه نفس الوضع، لو الزمالك فازت مباراه القمه وضيعت الدوري بالنسبه للزمالك على قلبهم زي العسل. فمباراه القمه ديت لا تحسب مباراه على نقاط فقط، فانها مباراه قويه جدا جدا، بتحسب على مباراه بطوله، بتحسب مباراه بطوله، لا تحسب مباراه قمه فحسب. فالاهلي والزمالك عاملين استعداد كبير جدا جدا قبل مباراه القمه. وطبعا الاهلي والزمالك هيلعبوا غدا ان شاء الله. الاهلي هيلعب مع حرس الحدود والزمالك هتلعب مع الجونه. المباراتين دول هيفرقوا جدا في ترتيب الدوري. الاهلي في المركز العاشر ب9 نقاط، والزمالك في المركز الاول ب16 نقطه. فالزمالك لو فازت هيكون معاه 19 نقطه، والاهلي لو فاز برضه هيكون معاه 12 نقطه، وهيطير على المركز الرابع في الدوري المصري. فالاهلي والزمالك محتاجين يركزوا في الماتشين الجايين. بس الاهلي لو فاز في الماتش الجاي والزمالك خسرت، فالاهلي كده هيكون لسه بينه وبين الزمالك 4 نقاط. يقوم الاهلي مقابل الزمالك في مباراه القمه، يفوز عليها يتبقى الفرق 1، وده كله لسه فيه مباراه مؤجله للنادي الاهلي. فطبعا الزمالك هيعمل المستحيل وهيعافر عشان يفوز، لان ما ينفعش الاهلي ياخد المباراه مكانه. فمباراه القمه مباراه مهمه جدا جدا، فهنستمتع ان شاء الله بهذه المباراه. ومن هنا ليوم مباراه القمه لسه عنها يمكن 3-4 ايام، كان الاهلي والزمالك المشاكل اللي فيهم اتحلت. الاهلي حل المشاكل اللي بين اللعيبه، الاهلي حل المشاكل اللي بين اللعيبه وبين بعض، والزمالك برضه حلت ازمتها الماليه شويه بعد رجوع الاستاد. بالاخص الاستاد هيرجع في خلال ايام، فنتمنى التوفيق للاهلي والزمالك في المباراه القادمه، وهنستمتع ان شاء الله بالمباراه ديت. هتكون مباراه قويه جدا جدا، والمباراه ديت بالاخص هتحسم من سيحسم الدوري المصري ومن سيضيع الدوري المصري. فالاهلي لو فاز هيكون قريب جدا جدا من الدوري المصري. اعتقد ان النادي الاهلي لو اتغلب في الماتشين الجايين دول ما عادش ليه حظ في الدوري المصري هذا العام. واعتقد ان حصل كده الزمالك هيكون خلاص ضمن الحصول على الدوري المصري. توقعاتكم معايا لهذه المباراة، مباراة الاهلي والزمالك في مباراة القمة دي، كانت تاريخ المواجهات بين النادي الاهلي والزمالك، تاريخ المواجهات منذ انشاء كرة القدم ومنذ انشاء الاهلي والزمالك. توقعاتكم معايا لهذه المباراة، وما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم السيد ابراهيم في قناة كورة مع السيد.